انا يا عم الحاج. ايه؟ انا. السلام عليكم. السلام. ازيك يا عم الحاج؟ ازيك يا ابن حبيبي؟ انا جاي اطلب الاوردر من البيت تحت على السلم كده خش. ماشي يا عم الحاج. والله يا حاج انا شفتها كانت بتعمل باسبور اعاره، عجبتني احترامها ان هي بنت ملهاش في الاعاره قوي، بس عجبتني يعني كاحترام كشاسيه كايه؟ يعني كاحترام يعني. شفتها امتى كده ان شاء الله؟ شفتها من حوالي نص ساعه. نص ساعة؟ وجيت انا جاي اطلب ايد بنت حضرتك، وعايزك يعني اللي حضرتك هتشوفه انا تحت امرك يعني. والله بص، الكلمة الأولى والأخيرة ليها طبعا. ماشي؟ تمام. فاحنا هناخد رأيها ونرد عليك. أنت اسمك إيه بقى؟ انا اسمي عطيه القط. إيه؟ عطيه القط. شغال إيه يا أستاذ عطية؟ شغال نجار مسلم. تعالي يا سالي يا بنت جنبي هنا، تعالي. والله يا اختي انت جاي لك عريس اسمه عطيه، اللهم صل على النبي، نجار مسلح قد الدنيا. يا ماما سيبيني براحتي، حرام عليكي يا ماما. انا مش هتفرق معايا نجار ولا مش نجار، انا نفسي الاقي فتى احلامي يكون واخد كده اقرع وحليوه، ويكون عنده شعر صدر زي جابر حسني، وبيحبك، بيقول لك ان هو يعني متقدم لك واللي انت عايزاه يجيبهولك. يا ماما انا كل اللي انا عايزاه ان انا مش لاقيه فتى احلامي غير في فيلم الفتى احلامي الطاير. انا بطلب منك يعني يا حبيبتي ان انت توافقي عشان جالك عريس مره واثنين وثلاثه. بليز 1 minute فور ماتش يا ماما، سيبيني تلت ساعه هصلي ركعتين استخاره وهرد عليكي يا ماما. ها ماشي يا سيدي. ردي يا زفت يا حيواني يا جالوس الطيني يا بيمة يا ابن البهيمة. الو. ايه يا ميشو؟ يا ميشو حرام عليك، مش هتتجوزني بقى وتلمني من الشوارع؟ انا جاي لي عريس نجار مسلح قد الدنيا، يستعمل مسمار 15 يا ميشو، وماما غصب عليا اعتذار وممكن تدخل المسمار يا ميشو. الله اكبر، الله اكبر. بس انا قايلهم ان انا بصلي ركعتين استخاره يا ميشو. طب يلا سلام دلوقتي. طبعا بقى انا هخرج اقول للماما دلوقتي ان انا صليت ركعتين استخاره وحلمت في قلب الحلم ان انا لقيت قرد، فماما هتقتنع فاقول لها لا. انا جايلك يا ماما. استنى يا عم. شغال إيه يا أستاذ عطية؟ شغال نجار مسلم. ها ماشي يا سيدي. انا مش لاقيه فتى احلامي كده عليه كده، بس بصيله من الاول.